الرعب بقى ان انت تبقى قاعد كده مع نفسك بتفكر تقول ياه والله الواحد عايز يغير تليفونه بس للاسف معيش فلوس. هوبا تفتح الموبايل، تفتح السوشيال ميديا لايك مثلا الفيسبوك، تلاقي الفيسبوك متغرق اعلانات موبايلات بالتقسيط على 2 مليون سنه، وكل يوم ادفع ربع جنيه. والله يا بلاش حاجه كده متفصله على مقاسك. ايه ده انت عروسه؟ الف الف مبروك. بصي بقى المحل ده فيه خصومات على الحلل، والمحل ده خصوماته على الستاير. ايه ده هو انتوا بتتخانقوا كتير؟ لا خلاص بقى خدي ده مكتب كده استشارات زوجيه عشان شكلكم مش هتكملوا مع بعض. انت بتفتكر ان انت اللي بتتحكم في السوشيال ميديا، بس العكس السوشيال ميديا هي اللي بتتحكم فيه. والموضوع مش عشوائي خالص، الموضوع مدروس. بص كده هي حاجه اسمها خوارزميات، خلي بالك انت متراقب حرفيا. واحد وقف لك بتايمر على حساباتك على السوشيال ميديا. انت وقفت قد ايه على الفيديو ده؟ فيديو قطط، املا له التايم لاين فيديو قطط. ايه ده صوره مين اللي انت اتفرجت عليها دي؟ ممثل فلاني؟ ارمي له كل صور واخبار الممثل الفلاني. ايه ده واقف تتفرج على اعلانات الملابس؟ غرق لها التايم لاين اعلانات ملابس. يبتدي يعمل لك ريكومنديشن او تفضيل